صباح الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. انا اسمي سمر ودي قناتي صديقتي الكون، ويلا بينا نبتدي. النهاردة انا هتكلم مع الناس اللي هم بيخافوا من المستقبل. على فكرة انا عارفاكوا كويس قوي. انتوا الناس اللي بتدخلوا على الطارو عشان تشوفوا حبيبك هيرجع لك ولا لأ. طيب هو بيحبني ولا لأ؟ طب الطرف التالت او الطرف الرابع هيخرج ولا لأ؟ طب لو انت سألت نفسك، هو انا لما بدخل وبشوف الطارو هو هيخرج ولا هيرجع ولا هيجي ولا توأمي بيحبني ولا لو انت فعلا هو بيحبك بجد، انت مش محتاج ان انت تسأل، لان انت هتكون مطمن، لان افعاله هتكون بتحسسك بده. طيب، على الرغم ان انت شخص عاطفي ورومانسي وبتحب المفاجآت قوي في العلاقات وبتحب الهدايا والحاجات دي كلها، انك بتخاف من المفاجآت اللي هو بيقدمها لك القدر. آم، انت بتخاف انه القدر يجيب لك حاجة آم، انت مش عايزها. طب انت ما سألتش نفسك وقلت لنفسي، هو انا ليه بيتكرر معايا علاقاتي السيئة؟ عشان الكون كان عايز يديك درس ويقولك انت بتجذب ليك دايما الحاجة اللي انت بتخاف منها. يعني بتقول دايما او انا مش بحب الصفات دي في امي او مش بحب الصفات دي في ابويا، فبتلاقي نفس شريكك بيبقى بيحمل نفس الصفات. ما سألتش نفسك ليه؟ عشان انت بتجذب ليك نفس المخاوف بتاعتك. لكن لو انت قررت انه انت تسلم امرك لله وتتعلم التسليم، هتبدأ تجذب ليك التردد بتاعك والذبذبات الجديدة بتاعتك. فهتجذب ليك أشخاص هيكونوا مطمنين، هيكونوا بيقدموا لك الخير، بيقدموا لك العاطفة، بيقدموا لك الحب. بطل تخاف من المستقبل. المستقبل ده بتاع ربنا، بس انت اعمل اللي عليك. وما تنساش ان الشيطان دايما هيفضل يخوفك من بكرة، وهيخوفك من كل حاجة، لحد لما انت تبقى طول الوقت قلقان ومتوتر وتفقد الاطمئنان. وناس ان ربنا قال لنا الا بذكر الله تطمئن القلوب. خليك دايما مع ربنا، وسيب الشيطان، وقرب من ربنا، واعمل اللي عليك وتوكل على الله. وان شاء الله ان شاء الله هتجذب كل حاجة خير وحلوة في حياتك. ويا رب يكون يومكم حلو. سلام.